تركيا توسع استهدافها لقسد ومنشآت نفطية شمال شرقي سوريا، وقسد ترد على التصعيد التركي. قبل أن ندخل في التفاصيل لا تنسى الاشتراك في القناة، ولا تنسى أيضا الضغط على زر الإعجاب. تواصل طائرات مسيرة وحربية تركيا استهداف مواقع لقوات قسد ومنشآت نفط في مناطق شمال شرقي سوريا لليوم الثالث على التوالي. وليلة أمس الخميس استهدفت تركيا عبر طائرات مسيرة وقذائف مدفعية مواقع ومستودعات وحواجز عسكرية لقسد وصوامع الحبوب في مدينة عين العرب كوباني بأكثر من 10 صواريخ. وتسبب الهجوم بمقتل عنصرين من قسد وإصابة 8 من عمال الصوامع على الأقل وفق مصادر طبية. وأضافت المصادر إن أكثر من 5 مصابين من القوات الأمنية والعسكرية التابعة لقسد نقلوا إلى مشفى عسكري لتلقي العلاج. وفي محافظة الحسكة استهدفت الطائرات المسيرة التركية أكثر من 20 موقعا عسكريا ومستودعات وحقول ومحطات نفط في المناطق الحدودية الشمالية. وشمل الاستهداف التركي الجديد حقول ومحطات زاربا وسعيدة وعودة وسويدية النفطية ومصافي لتكرير المحروقات في الريف الشمالي الشرقي بمحافظة الحسكة. وقالت المصادر أن محطات النفط خرجت من الخدمة، مما تسبب بخسارة 10,000 برميل يوميا كان ينتج في حقول النفط المستهدفة بمحافظة الحسكة. وأضاف شهود عيان إن مسيرات تركيا استهدفت مواقع عسكرية وأنفاقا لقوات سوريا الديمقراطية ومنشآت صناعية في جبل قرجوغ بريف المالكية صباح اليوم الجمعة. وفي مدينة القامشلي استهدف صاروخان المقر العام لقوات الأمن الداخلي المعروفة محليا باسم الأسايش، ما خلف أضرارا مادية كبيرة في المقر. وأضافت المصادر إن المقر تم إخلاؤه منذ بدء الهجمات التركية على مناطق شمال شرقي سوريا ليلة الأربعاء الفائت. كذلك استهدفت غارات جوية تركيا مركز للمحروقات ومستودعات ضمن صوامع مدينة القامشلي وموقعا عسكريا بالقرب من حاجز لقوات الأسايش بمدينة عامودة شمالي الحسكة. مصادر أمنية من المنطقة قالت إن القوات الأمنية والعسكرية التابعة لقسد تلقت أوامر بإخلاء كافة المقار العسكرية في المدن والبلدات على طول الشريط الحدودي مع تركيا. وأشارت المصادر إلى أن أغلب المقار يتواجد فيها من حارس إلى 2 يتواجدون أغلب الوقت بالقرب منها لتفادي تعرضهم للاستهداف. وأشارت إلى أن قسد نقلت قادتها العسكريين وأعضاء ومسؤولين في حزب العمال الكردستاني إلى مدينة الحسكة والشدادي بشكل مؤقت. وأشارت المصادر إلى أنه رغم استمرار الهجمات التركية تبقي قسد على جزء من العمال والحراس في محيط المحطات وحقول النفط والمنشآت الصناعية ومحطات الكهرباء المتواجدة في المنطقة. من جانب آخر أعلنت قسد عن قصف قواعد عسكرية تركية في شمالي سوريا ردا على القصف التركي المستمر منذ أيام في مناطق سيطرتها بعد العمل الإرهابي الذي تم في العاصمة التركية أنقرة. وقالت قسد عبر موقعها الرسمي إنها نفذت عمليتين عسكريتين ضد الجيش التركي والجيش الوطني السوري المدعوم تركيا ردا على القصف المستمر على مناطق سيطرتها قبل أيام. وأضافت أنها استهدفت بالأسلحة الثقيلة القواعد العسكرية التركية في محيط قرى عنيق الهوى وباب الفرج بريف ناحية أبو راسين شمالي محافظة الحسكة، مشيرة إلى أنها تمكنت من تحقيق إصابات. وظهرت صور تظهر تصاعد الدخان إثر استهداف مواقع للجيش التركي شمال محافظة الحسكة. وأضافت قسد إلى أن عملياتها العسكرية أسفرت عن قتلى وجرحى، في حين لم يعلق الجيش الوطني أو تركيا على ما نشرته قسد حتى لحظة حديثنا عن الخبر. من جانب آخر وفي ضوء التحديثات المستمرة بعد الضربات التركية، قالت وزارة الدفاع التركية عبر منصة إكس إن قواتها المسلحة قتلت 11 فردا من حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب في شمالي سوريا. وفي بيان سابق أعلنت المخابرات التركية استهداف 120 موقعا في سوريا والعراق ردا على هجوم وصفته تركيا بالإرهابي استهدف شركة متخصصة بالصناعات العسكرية في العاصمة التركية أنقرة يوم الأربعاء الماضي، والذي أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 22 آخرين. كما ظهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم وأدلى بتصريحات صحفية قال فيها: تصبح وسائل التواصل الاجتماعي أداة للإرهاب عندما يتعلق الأمر بتركيا. شركات الصناعات الدفاعية التركية حققت رقما قياسيا كبيرا بتصدير منتجاتها إلى 178 دولة منذ مطلع العام الجاري. ومعرض ساها اكسبو للصناعات الدفاعية سيشهد توقيع اتفاقيات بقيمة تصل إلى 6.2 مليار دولار، بينها 4.6 مليارات
عقود تصدير، وقد يكون لدى البعض قبة حديدية، ونحن لدينا أيضا قبة فولاذية. وأضاف أردوغان: عازمون على القضاء على الإرهاب في تركيا، وسنواصل جهودنا حتى القضاء على آخر إرهابي، وكافة العمليات الإرهابية ستفشل، وأعداء تركيا يحاولون صرفها عن طريق التطور والتنمية، ولن نسمح لهم بذلك. وأضاف: لن نتسامح مع الإرهابيين، ولن يستطيعوا النيل من وحدة الشعب التركي، والمنظمات الإرهابية تهدف لإراقة الدماء وإشاعة الفوضى، ولن نسمح لهم بذلك. والدول الغربية تتعامل بازدواجية فيما يتعلق بالمنظمات الإرهابية. كما تحدث مرة أخرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول الأشخاص الذين قاموا بالهجوم الإرهابي على شركة توساش وتحييدهم، بالإضافة أيضا حديثه عن تنفيذ العديد من العمليات بالشمال السوري وجنوب تركيا بهدف القضاء على الإرهاب. ولغاية تسجيل الفيديو ما زالت الغارات التركية مستمرة على مواقع جديدة لميليشيات قسد في محيط مدينة رميلان شمالي الحسكة، فيما تحدثت مصادر أيضا على أن الغارات مستمرة في مناطق المالكية وحقول النفط الخاضعة لسيطرة ميليشيات قسد قرب بلدة القحطانية شمال شرقي الحسكة أيضا. كما ذكرت مصادر محلية أن الطائرات المسيرة التركية استهدفت ب3 غارات جوية مواقع عسكرية لميليشيات قسد في قرية صوان بريف عين عيسى شمالي الرقة. إلى هنا انتهت إضاءتنا أخوتي المستمعين، تابعنا معكم أبرز المستجدات على الساحة السورية والعملية الجوية التي أطلقتها تركيا بعد العمل الإرهابي في أنقرة، وما زالت الأخبار مستمرة وتتوارد في كل دقيقة حول ضربات متفرقة إن كان في سوريا والعراق. أدعوكم الآن للاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب، ولا تنسى الانضمام إلى قناتنا في تليجرام، ستجدون الروابط الخاصة بالقناة في وصف الفيديو والتعليق الأول. أترككم بحفظ الله ورعايته، والسلام عليكم.